سؤال يفرض نفسه. أي. من هو نصر الله الذي بات عند بعض المغرر بهم بطل من أبطال الأمة بل خليفة صلاح الدين؟ من هو نصر الله؟ هذا كما سمعت محرف لكتاب الله جل وعلا، بدل من أن يقول إن تكونوا تألمون يقول إن تكونوا تخلقون. وهو قال أنا هبدل، لأنك تعلم أنهم يؤمنون بأن القرآن محرف. نعم. ولذلك هو يرى أن القرآن هذا ليس من عند الله بل مصحف فاطمة، ولذلك بدل وحرف في قول الله حتى يفيق النيام. هذه واحدة. الثانية أنت ترى دعاءه للخميني ويقول نحن خمينيون، والدعاء للخميني حتى يخرج الإمام اللي هو من السرداب، يدعو أن يبكي الله الخميني تماما حتى يخرج نعم. الخميني هلك. ودعوة الخميني قبل ما أجب بعد إذنك يا دكتور اسمعوها، هو بقول ربنا يخلي الخميني لغاية ما يجي الإمام. اسمعوها يعمل إيه الخميني وهو تلميذه حسن نصر الله هذا اللي هو الشيعي الجعفري ثم تحول إلى شيعي 12 خسيس. اسمعوها بالحرف الواحد. قال الخميني على لسان السيد موسى الموسوي لما كان ضيفا عليه ونيء بالثورة، قال لي سيد حسين، يعني سيد حسين الموسوي طبطب عليه كده، سيد حسين اسمعوا مني مرة واثنتين وثلاثة، ونزلوا العقيدة الخمينية أنا بقولها من فرسان السنة بتاعتي، اسمعوها مرة واثنتين وثلاثة. ماذا قال الخميني؟ قولوا سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب. هيسفك دماء نحن أهل السنة، سنسفك دماء النواصب مع الاعتبار أننا نحب عليا ونتقرب الله بحبه. سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم، حتى الأطفال ما يسلموش من الخميني، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولا النساء أبدا تمر من الخميني أهو، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. شوف اللي جاي دكتور، وسنمحو مكة والمدينة أهو، اللي بيقول إحنا خمينيين أهو، وسنمحو مكة والمدينة. الرجل نقل سيد حسين الموسوي بالحرف، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أهو، يعني ما فيش كعبة. نعم. ما فيش كعبة هيجم الكعبة. نعم. ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس، قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. هذا نصر الله ابن الخميني الروحي اللي شايل راية الخميني، وما أجاز أحدا أكثر من حسن نصر الله. ولذلك عايز الجمهور يسمعني بدي يا دكتور بعد إذنك. تفضل. عشان البعض يقول لك ايه الشيخ الزغبي ليه يحكم على دول بكده، الشيخ الزغبي ليه يتكلم في دول بكده. فتوى الشيخ الألباني في الخميني بعد سماع هذا الكلام وعلمه وقراءتي له، محمد ناصر الدين الألباني محدث الأمة، يعني لنا ولا غيري نيجي في نعل الإمام الألباني. وعلى فكرة مش بس شيخ ابن باز، مش الشيخ ابن عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه، الشيخ السعد، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، عندنا من مصر الشيخ الشعراوي، الشيخ ابو زهره، الشيخ دكتور عم منعم النمري، كل لو قعدت عيد مش هخلص. من الاخوان المسلمين الدكتور سعيد حوا حكم عليه بالكفر وعلى اتباعه، دكتور سعيد حوا، دكتور مصطفى السبيع من قيادة الاخوان المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله. اعد ولا كفايه دكتور؟ خلاص. المهم تعال نرى فتوى الشيخ الألباني. نعم. يقول فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى روح الله الخميني، راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلة، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة بتاعت الخميني نعم. كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. دول اللي متعاطفين معاه من أهل مصر واللي بالشيعة واللي دخلوا معاه إدماج أهو، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لو ببعض الأفكار دي بس يبقى كافر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحفوظ عن كل زيادة ونقص ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. قال وبهذه المناسبة أقول الشيخ الألباني إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولتهم والتمكين لها في أرض المسلمين، جاهلين أو متجاهلين عما فيها من الكفر والضلال
والفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشروا كتيبهم الحكومة الإسلامية وطبعوه عدة طبعات ونشروه في العالم الإسلامي، وفيه من الكفريات ما جاء نقل بعضها عنه في السؤال الأول، مما يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. وطولها بقى الفتوى يا دكتور. أظن واضحة جدا. لكن واضح جدا أنه كفر القوم اللي يقولوا بهذا القول. يكفر من قال ببعض ما قال الخميني. ببعض. وهو كذلك يستقي فعلا تعليماته حسن نصر الله. عندي هنا يا شيخ أننا يقول أننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام. أي نعم. والدولة التي تناصر المسلمين والعرب. والعرب. نعم. وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون. بدليل والعرب أعداء الله. اي نعم، علاقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه. صداقته كان بعت المفجرات لقناة السويس. نعم. وبعت المفجرات نعم. للسويس والقاهرة. باعتراف الرجل. نعم. كما أن المرجعية الدينية هناك تشكل غطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. يا سلام. الكفاح والنضال هي إشعال الفتن في ديار المسلمين وتدمير الإسلام والمسلمين. نعم. وإيه كمان أهم شيء هدم الكعبة. هدم الكعبة ومحو مكة والمدينة من على ظهر الأرض. لن يبلغها هذا هراء. لا لن يبلغها إن شاء الله. نعم. فاصل قصير أيها المشاهدين.